حبايبي وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بامر الله هنعمل مع بعض طبق مكرونه كده اسباجيتي بطريقه حلوه جدا. هتبقى مفلفله معاكي وطعمها حلو جدا. في معلقتين كده، خليكي معايا لاخر الفيديو. هضيف معلقتين عليها هتودي المكرونه طعم، هتدي المكرونه طعم خطير، وهتبقي تحسي ان انت اول مره تاكلي مكرونه عسل وسكر كده اسباجيتي حلوه قوي. اول حاجه، انا عملت النهارده القمر ده، وشويت جنبها فراخ بانيه دايبه دوب زي ما احنا شايفين. شويت الفراخ بالزبادي والليمون، والطريقه انا عاملاها قبل كده على القناه. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الطبق ده ازاي. اول حاجه معايا حله فيها ميه بتغلي على النار، ولازم ميه المكرونه تكون بتغلي كويس جدا. نزلت فيها معلقه هرميه من الملح، ونزلت بشويه من الزيت زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هبتدي انزل بالمكرونه بتاعتي، وهنا نوع المكرونه عادي جدا جدا جدا. يعني ابسط حاجه في السوق واقل حاجه في السوق، ولا مستورده ولا غاليه ولا اي حاجه. لان في الاول وفي الاخر الرك على عمايلها او على الطريقه اللي انت هتعمليها بيها. عايزه المكرونه تكون ناجحه معاكي، ما تسويهاش 100%. خليها ايه، سويها بنسبه 90%. ليه؟ بعد ما هتضيفي الصلصه عليها هتوطي النار وتسيبيها شويه كده تغلي بالصلصه. مش هتعجن معايا، هتبقى زي الفل وهنشوفوها مع بعض. خلاص بقى، انا دلوقتي حاطه المكرونه بتتسلق، وهبتدي ان انا احضر في الصلصه او اجهز الصلصه بتاعتي. معايا مكعب زبده، شويه من الزيت عشان المكرونه تبقى مفلفله كده معايا. ودلوقتي بشرت بصله وسط بالشكل ده، بشر ناعم كده. نزلت بالبصل وهبتدي ان انا اقلب البصل لحد ما ينكمش كده معايا، وريحه البصله تطلع معايا وياخد لون سيكه كده. تمام تمام. طبعا دلوقتي انا لما بعمل خضار او بعمل مكرونه، وبالذات بصراحه المكرونه، بحب ان انا ايه، اصفي الطماطم عشان ما يبقاش فيه تفل الطماطم في المكرونه، ويبقى شكله بايخ وبيبان قوي في المكرونه. فصفي الطماطم كده في مصفى تكون سلكه او مصفى ضيقه بالشكل ده. خلاص بقى صفيت الطماطم وهستغنى عن التفل اللي في المصفى ده خالص. هبتدي اقلب كده. طبعا زي ما احنا شايفين الطماطم لونها مش احمر، لازم ان انا اعزز اللون عشان المكرونه تبقى حمرا معايا وعسل. هنزل بمعلقه كده كبيره من معجون الطماطم عشان اللون ايه، لون الصلصه تبقى حمرا معايا ويبقى لونها حلو. المعلقتين بقى اللي هنضيفهم دلوقتي وهم سر المكرونه، وبتخلي المكرونه مختلفه عن اي مكرونه اكلتيها. واكلتها على فكره عند حد وعجبتني وسالته، عشان كده ايه، عملتها بنفس الطريقه. ضفت معلقه من الكمون، وضيفي معلقه واحده صغيره مش اتنين او اكتر عشان ما يمررش معايا. وضفت معلقه من الخل. يبقى انا ضفت دلوقتي معلقه كمون، معلقه خل، ملح، معلقه ملح. وضفت نص معلقه من الفلفل الاسمر. بصي بقى المكرونه تبارك الله نازله مفلفله، مش معجنه خالص. ليه؟ لان انا سويتها بنسبه 90%. وال10% التانيين هتاخدهم وهي في الصلصه بتسخن كده مع الصلصه. هوطي عليها بتاع 3 دقايق دقيقتين، هتبقى زي الفل. قلبت المكرونه، وعايزه اقول لك هنا والله 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 الكاميرا ظلمها جدا. المكرونه احلى من كده بكتير بكتير بكتير. بحبكم في الله، احلى اخوات، ربنا يديمكم نعمه في حياتي.